المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بالعناوين. تكريم الرياضيين والمدربين المميزين في الإقليم الأوسط. سكان منطقة شبح يشيدون بخدمات رعاية الأمومة والطفولة. مركز تأهيل قوات الشرطة والأمن الوطني يخرج دفعة جديدة من أعضائه. وزيرا خارجية السعودية وسوريا يرحبان ببدء إجراءات استئناف العلاقات. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا من نوع جديد. وروسيا والصين وباكستان وإيران تدعو أمريكا لتحمل مسؤولية الوضع في أفغانستان. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. كرمت إدارة الإقليم الأوسط الرياضيين والمدربين المميزين في المجال الرياضي لعام 2021-2022. وأوضح وكيل قسم الثقافة والريادة في الإقليم السيد سراج محمد في المناسبة التي جرت في 12 من أبريل بحضور وزير الزراعة السيد رفاعي نبره وحاكم الإقليم الأوسط السيد فسحي حيلم أن التكريم يجري للمرة الثالثة، مشيرا إلى مشاركة 200 من رياضي الألعاب القوى في المنافسات الوطنية والإقليمية والعالمية و360 من الناشئين. وذكر وضع جدول وطني لمنافسات ألعاب القوى لتنشئة الرياضيين. وقال مفوض الثقافة والريادة السفير زمد تخلي أن تكريم الرياضيين المميزين له دور كبير في التشجيع وتنمية الرياضيين يكونون مفخرة للوطن. وأشار الرياضيون المكرمون بأن الجائزة المقدمة تدفعهم لمزيد من الجهد والعطاء ومواصلة التميز. أشاد سكان منطقة شبح في مديرية قندة أقليم شمال البحر الأحمر بالخدمات الصحية المقدمة لرعاية الأمومة والطفولة. وذكروا بأن السيمينارات والتوعيات الصحية المقدمة لهم رفعت من مفهومهم في الطب الحديث، ولا سيما انخفضت نسبة وفيات الأمومة والطفولة نتيجة لحصولهم على الخدمات عن كثب. وذكرت إحدى الأمهات التي وضعت في المركز الصحي للمرة الثالثة أن توفير عنابر الانتظار والرعاية الجيدة قبل وبعد الولادة ظلت تسهم في تأمين صحتهن وأطفالهن، داعية الحوامل والنفساء للاستخدام الجيد لخدمات المركز الصحي. وأوضح مسؤول العيادة مساعد التمريض محمد علي إدريس ارتفاع نسبة الولادة في العيادة خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021 ب3%، بينما زادت رعاية بعد الولادة ب2%. وأشار إلى أن التطعيم تحت 5 سنوات لا يحقق النتائج المطلوبة نتيجة لحياة الترحال، مما يتطلب بذل جهود حثيثة ومنسقة في هذا الشأن، موضحا نجاح حملة التطعيم ضد عنق الرحم التي قدمت عام 2022 للفتيات التي تتراوح أعمارهن ما بين 9 إلى 14 عاما، حيث بلغت النسبة 99%. يقدم مركز شبح الصحي الذي يتمتع بخدمات طاقة شمسية ل24 ساعة يقدم الخدمات الصحية لمناطق متك الأبيض وشبح وعسوس وقرقر. خرجت الشرطة الإريترية في 13 من أبريل 22 الدارسا من أعضائها القادمين من الأقاليم بعد حصولهم على دورة تأهيلية حول إدارة السجلات. وأوضح قسم العلاقات الجماهيرية في الشرطة الإريترية بأن الدورة التأهيلية المقدمة في مركز تأهيل قوات الشرطة والأمن الوطني في دكامهر اشتملت على إدارة وحفظ السجلات والأخلاق والقانون والعلاقات الجماهيرية. وقدم الرائد عن دوم محاري مسؤول فرع تعليم الشرطة في مراسم التخرج توضيحا حول دور السجلات في إنجاز أعمال الشرطة، مشيرا إلى أن المعلومات الآنية المسجلة في مراكز الشرطة تلعب دورا بارزا في إنجاح أهداف الشرطة المتمثلة في مكافحة الجريمة والتحقيقات الجنائية. ودعا الرائد عن دوم الدارسين لتفعيل المعرفة المكتسبة باعتبار أن الشخص المسؤول من السجلات هو أحد المهنيين الذين يرتبطون مع أصحاب القضايا ارتباط
نشاطا وثيقا، إضافة إلى حسن استقباله وتقديم خدمات نشطة وسريعة، فضلا عن إبرازه وعكسه صورة الشرطة ودوره الكبير في تعزيز مشاركة المواطنين. في الختام استلم الدارسون شهادات التخرج من مسؤول إدارة الشرطة الإريترية المقدم هايل برهم. وأفادت المعلومات الواردة بأن الدارسين كانوا قد ساهموا إلى جانب الدورة التأهيلية في إنجاز أنشطة نفير تنموي. أوضح مكتب خدمات المياه في مديرية صالونة بأن إيصال خدمات المياه إلى القرى بلغت نسبة 44%. وأوضح مسؤول الثروة المائية في المديرية القسكف ليسوس أسمروم حصول 61 قرية من جملة 96 قرية على خدمات المياه، ومد أنابيب المياه إلى المنازل والمؤسسات الحكومية ودور المياه في بلدة صالونة. وأشار إلى مد أنابيب المياه إلى 11 قرية لديها إشكالية المياه، وأشاد السكان بجهود توفير مياه الصالحة. دعت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيدة سعدية إبراهيم المرأة لتعزيز دورها في برامج التنمية ورفع المشاركة في كافة المجالات. وأوضحت لدى لقائها العاملات في المؤسسات الحكومية في مدينة عصب أوضحت دور المرأة الإريترية لتحقيق الاستقلال والدفاع عن السيادة وبرامج التصدي الموحدة، مفصلة دور المرأة في المرحلة الجديدة المبشرة. وحثت المرأة أنشطة البناء بالقيم السمحة للمجتمع لبناء الأجيال، وذكرت اهتمام الاتحاد الوطني للمرأة لتمكين المرأة مناشدة المشاركات في البرامج التي تنتظم لتطويرهن. شهدت مديرية باراديزو في الإقليم الأوسط تقديم دعم مالي بمناسبة عيدي الفصيح المجيد والفطر المبارك ل100 أسرة محتاجة بواقع 500 نافة لكل أسرة. وأوضحت مديرة المديرية السيدة ستوم السيد في مناسبة توزيع الدعم التي جرت في 12 من أبريل أن الدعم تبرعت بها السيدة لتهرستوس مسجون المقيمة في إيطاليا، مناشدة المحسنين الآخرين حذوها في هذا العمل النبيل. وذكرت مسؤولة مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيدة جرجيس حيليس أن مساعدة الجهات المحتاجة هي من ثقافة الشعب الإريتري، داعية كافة أفراد المجتمع للمساهمة حسب المستطاع إلى جانب الدعم الحكومي. وأشارت الجهات التي قدمت لها الدعم أنهم يحصلون باستمرار على دعم عيني إضافة إلى دعم مقدم من إدارة المديرية، شاكرين السيدة لتخرستوس مسجون التي قدمت الدعم. استشهد المنادل يوسف أرعيا قبل قرقيس المدير العام لقسم الإدارة والمالية في إدارة إقليم شمال البحر الأحمر في 11 من أبريل عن عمر ناهز 68 عاما، وذلك أثر علة أصابته. والتحق المنادل يوسف أرعيا قبل قرقيس بصفوف قوات التحرير الشعبية في عام 1973، وعمل قبل الاستقلال في الجبهات القتالية الأمامية وجهاز الإدارة الجماهيرية متقلدا مناصب مختلفة حتى وصل منصب سكرتير الإقليم الجنوبي. كما عمل بعد الاستقلال في وزارة الحكومات المحلية مديرا لمديريات ومدير عام لقسم الإدارة والمالية للإقليم، وخدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص. الفقيد يوسف أرعيا قبل قرقيس رب أسرة وأبلي 7 أبناء، ولد جثمانه الثرى عصر اليوم 13 من أبريل في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب إدارة إقليم شمال البحر الأحمر عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل يوسف أرعيا قبل قرقيس، وتقدم أحر تعازيها لأسرته وزملائه ورفاقه. نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. على الصعيد العالمي، التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود نظيره السوري فيصل المقداد الذي يزور المملكة العربية السعودية لأول مرة منذ أكثر من عقد.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن الطرفين بحثا الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة تحقق المصالح الوطنية وتساهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي. وعرب الجانبان عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، وأكد على أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب وضرورة دعم مؤسسة الدولة السورية لإنهاء وجود الميليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية. وكانت الخارجية السعودية أعلنت في وقت سابق أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وصل إلى مدينة جدة بدعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان. وهذه أول زيارة للمقداد إلى السعودية منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011. أطلقت كوريا الشمالية نوعا جديدا من الصواريخ البالستية يعمل على الأرجح بالوقود الصلب وفقا للجيش الكوري الجنوبي، وهو ما سيمثل تقدما تقنيا واستراتيجيا كبيرا لبرنامج بيونغ يانغ للتسلح. وتسبب إطلاق الصاروخ بحال من التأهب لفترة وجيزة في جزيرة هوكايدو اليابانية شمال البلاد، قبل أن تؤكد طوكيو أنه لم يسقط في أراضيها. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكوريا الجنوبية لوكالة فرانس بريس: يبدو أن كوريا الشمالية أطلقت نوعا جديدا من الصواريخ البالستية يعمل على الأرجح بالوقود الصلب، وكل الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي أطلقتها كوريا الشمالية حتى الآن تعمل بالوقود السائل. والصواريخ العاملة بالوقود الصلب التي سعت بيونغ يانغ منذ فترة طويلة إلى تطويرها تظهر ثباتا أكبر وتكون أسرع ناحية تحضيرها لعملية الإطلاق مقارنة بالصواريخ العاملة بالوقود السائل، ما يجعل اكتشاف القوات الأمريكية لها وتدميرها أصعب. ودانت الولايات المتحدة بشدة إطلاق كوريا الشمالية الخميس صاروخا بالستيا طويل المدى حسب ما أعلن البيت الأبيض. دعت روسيا والصين وباكستان وإيران في بيان مشترك الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في أفغانستان ورفع العقوبات المفروضة ضد هذا البلد فورا. وجاء في البيان الذي صدر عقب اجتماع لوزراء خارجية روسيا والصين وباكستان وإيران في سمرقند أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تحمل المسؤولية عن الوضع الصعب الحالي في أفغانستان، وعليهم رفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على أفغانستان على الفور وإعادة الأصول المجمدة. ودعا وزراء خارجية الدول الأربعة المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان. كذلك دعا البيان على ضرورة اتخاذ السلطات الأفغانية إجراءات واضحة لمكافحة الإرهاب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز السو 27 تابعة للقوات المسلحة الروسية رافقت طائرة ألمانية فوق بحر البلطيق بعد اقترابها من الحدود الروسية. وقالت الوزارة الروسية إن وسائل مراقبة الأجواء الروسية رصدت فوق بحر البلطيق هدفا جويا كان يقترب من الحدود الروسية، لافتة إلى أنه من أجل تحديد هوية الهدف ومنعه من انتهاك الحدود الروسية. أقلعت الطائرة من طراز سو 27 تابعة لقوات الدفاع الجوية للمنطقة العسكرية الغربية. وأضافت أنه تم تحديد هوية الطائرة الأجنبية وتبين أنها طائرة مراقبة ألمانية، مشيرة إلى أن المقاتلة الروسية رافقت الطائرة الألمانية وبعد تغيير الأخيرة مسارها وابتعادها عن الحدود الروسية عادت المقاتلة الروسية إلى مطارها دون أن تسمح لها بانتهاك الحدود. وشدد الدفاع أن تحليق الطائرة الروسية تم بالتوافق التام مع القانون الدولي والقواعد الدولية وبدون أي مناورات خطيرة.
ختام نشرة هذا المساء، إليكم أهم ما جاء فيها. تكريم الرياضيين والمدربين المميزين في الإقليم الأوسط. سكان منطقة الشباح يشيدون بخدمات رعاية الأمومة والطفولة. مركز تأهيل قوات الشرطة والأمن الوطني يخرج دفعة جديدة من أعضائه. وزيرا خارجية السعودية وسوريا يرحبان ببدء إجراءات استئناف العلاقات. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا من نوع جديد. روسيا والصين وباكستان وإيران تدعو أمريكا لتحمل مسؤولية الوضع في أفغانستان. انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.